يا صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يا رب يجعل يومكم النهاردة مليان بالحب والخير والرضا والسعادة وراحة البال. اللهم امين. وحشتوني 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 والله، وحشتوني جدا جدا جدا. وفعلا فعلا وجودكم في قناتي وفي حياتي فارق معايا جدا ومأثر فيا جدا. انا عارفة ان انا مقصرة في حقكم وفي حق القناة، بس والله غصب عني. يعني الظروف خارجة عن طاقتي وعن إرادتي. إيه طبعا انتوا عارفين ان الأيام اللي قبل اللي فاتت أنا كنت تعبانة وكنت قاعدة عند ماما وكده، وما كنتش بقدر أصور. والأيام دي كانت أمي كانت عاملة عملية وكده، يا رب يشفيها يا رب ويعافيها ويتم شفاها على خير، اللهم آمين. والله العظيم والله العظيم وحشني جدا جدا جدا. وحشني الكلام معاكم والدردشة معاكم ووجودي في قناتي وتصوير الفيديوهات، لان انتوا فعلا حاجة نعمة نعمة في حياتي والله العظيم. انا مش بصور وتفكيري كله معاكم وفي القناة. طبعا زي ما انتوا عارفين لما امي طبعا عملت العملية اليومين اللي فاتوا، انا طبعا ما اقدرش اسيبها في الظروف دي وكده، فانا قعدت هناك حوالي اسبوع. فانا قلت بقى ايه، اجي كده اشوف الدنيا في الشقة عاملة ايه والنظام عامل ايه. فطبعا لقيت عندي كمية من الهدوم مهولة، فقلت بقى لازم اشغل عليها الغسالة. والله العظيم غسالتي دي يعني آلة جاي، والله العظيم الغسالة دي هتشتكي مني قريب. قلت بقى طبعا انا جيت امبارح، طبعا مسكت اول حاجه. طبعا انا دلوقتي كنست البلكونه معاكم في بدايه الفيديو. طبعا البلكونه دي كانت عباره عن تراب صافي. طبعا اول ما دخلت اول حاجه مسحتها البلكونه بصراحه، لان البلكونه دي حياه لينا بنتي. فدايما اول ما بفتح الشباك بتاع الباب بتاع البلكونه وكده، فلازم بتخرج البلكونه، لان حياتها كلها البلكونه. بتحب دايما تقف في البلكونه وتتفرج بقى على اللي رايح واللي جاي. فطبعا اول حاجه فكرت فيها هي ان امسح البلكونه. فطبعا انا النهارده قمت الصبح، طبعا البلكونه كانت نظيفه لان كنت مسحاها امبارح حوالي بعد العصر كده. فقلت بقى ايه، اكنسها بقى كده على السريع وامسك بقى الهدوم بتاعتي ديت انشرها. كان الجو حلو، كان في هوا وكانت كمان في شمس. فقلت بقى عشان هدومي كده ايه تنهض في السريع، ان هي ايه تنشف، لان زي ما انتوا عارفين انا على طريق وما بحبش دايما اسيب الهدوم كتير، يعني مش بحب ابيت الهدوم خالص على المتجر. فقلت بقى اظبط اول حاجه الهدوم بتاعتي كده وانشرها، وبعد كده هندخل ونشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل غدا بسيط مع بعض. بحب اشكر كل حبايب قلبي اللي بعتولي رسائل وبيسالوا عليا. انا موجوده، بس والله زي ما قلت لكم ظروفي هي اللي حيشاني عنكم. ان شاء الله ادعوا لي ان الظروف تتظبط معايا، وان انا ارجع تاني اصور فيديوهات بانتظام. وان انا عارفه ان انا وعدتكم كتير ان انا هقدر ان انا اسيطر على الموضوع، بس غصب عني والله. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، خلاص خلصنا بقى نشير الهدوم بتاعتنا. قلت طبعا اول حاجه ادخل عشان تجهيز الغدا، عشان طبعا لينا كان برضو بقالها اسبوع ما راحتش الحضانه. فقلت بقى اوديها النهارده الحضانه كده على ما تطلع بقى كده اكون جهزت الغدا عشان ايه تتغدى. اول حاجه بقى جيت هنا اعملها هو الرز. طبعا انا كنت مطلعه فراخ اهوت معايا على الحوض، كنت غسلاها بالدقيق طبعا وبالخل، وبعد كده بشطفها، وبعد كده بعصر عليها ليمونه وبحب اسيبها في الليمون حوالي نص ساعه. يعني قدامك وقت ممكن تسيبيها ساعه عادي. قلت اول حاجه بقى اغسل الرز بتاعي عشان انقعه، عشان ما ياخدش مني زي ما اتعودنا وقت على البوتاجاز. و اللهم صل على النبي، صلوا بينا على النبي يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. غسلنا الرز بتاعنا بقى. قلت بقى كده ايه اركنه بقى شويه على ما اشوف انا هعمل ايه. جيت بقى هنا كده، طبعا زي ما انتم شايفين اهو الفراخ منقوعه في الليمون، بتبقى الميه بتاعتها زي الشمع. طبعا الفراخ سعرها غالي جدا 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 يا بنات، يعني بصراحه ربنا يلطف بينا الوضع والله العظيم. يعني الاسعار حاجه فوق الخيال. يعني ما تكون كيلو الفراخ البيضه وصل النهارده 60 جنيه، يعني والله العظيم صعب جدا جدا جدا. قلت بقى امسك الفراخ بتاعتي، طبعا زي ما قلت لكم انا غسلاها بالدقيق وبالخل، ومسكت بقى كده كنت عصر عليها الليمونه. امسكها بقى اشطفها حلو كده من الليمون، تشم ريحتها بقى. يعني الليمون ده حاجه سحر في غسيل اي حاجه ليها زفاره، فراخ سمك اي حاجه بيبقى لها ريحه زفاره عليكي وعلى الليمون. الفراخ بتاعتي بقى شطفتها شطفه حلوه كده، اللهم صلي على النبي. وجيت بقى هنا قلت اعصر الطماطم، لان طبعا انا بحط للفراخ ولو عندي بط للطماطم بتاعته معصوره في الخلاط، يعني بضربها في الخلاط. اما اللحمه بحط الطماطم بتاعتها صحيحه زي ما اتفقنا دايما.
يلا لو انتي وصلت لحد هنا من الفيديو ما تحرمنيش من لمسة ايدك الحلوة على اللايك، عشان اللايك بيرفع من الفيديو، وانا عايزة الفيديو ده طبعا اللي بقاله فترة منزلش دوت اكبر عدد من المشاهدين يشوفوه. بحبكم جدا جدا. ولو انتي اول مرة تشوفيني يلا انزلي اضغطي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل، عشان كل لما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يا ست الكل. جيت بقى هنا الطماطم بتاعتي قطعتها زي ما انتوا شايفينها اهوت في الخلاط. هديلها بقى ضربة حلوة كده. انا طبعا مكترة الطماطم لاني هعمل خضار جنب الفراخ. هتعملي ايه يا ام لينا؟ هعمل خضار سبانخ، يعني انا كنت جايباها وكده وقلت بقى ايه اعمل النهارده السبانخ مع الفراخ. جيت هنا بقى معايا حله على النار، هنزل بالفراخ بتاعتي عليها. انا بحط طبعا الفراخ بدون اي دهون، ودلوقتي هتشوفوا الدهون اللي بتطلع على الشرب. طبعا معايا هنا بصله متقطعه 4/4، معايا طبعا الطماطم المعصوره، طبعا نزلت بنص الطماطم، وطبعا حطيت حبه من الملح ونص معلقه من الفلفل. طبعا الفراخ بحط لها الملح في البدايه لان انتوا عارفين ان الفراخ مش بتاخد سوا كتير على البوتاجاز، فلازم تكون متملحه من البدايه. حطيت حبه بهارات من بهارات الفراخ. هبتدي بقى اغطي عليها واسيبها بقى مع نفسها تاخد وتدي زي ما بيقولوا دايما بشكل ودي. جيت بقى هنا معايا حله على النار، نزلت عليها بالزيت. معايا هنا بصله، هبتدي بقى اخرط البصله بتاعتي. كنت حاسه بقى ان الزيت بتاعي يعني ايه بدأ يسخن معايا كده، فقلت لا هدي بقى النار على ما بقى ما اقطع البصله بتاعتي، عشان إيه الزيت يكون بقى ايه ما يحرقش البصله اللي بتنزل مني، والبصله كلها تبقى لون واحد. همسك بقى اخرط اللهم صل على النبي البصله بتاعتي. هعمل سبانخ زي ما قلت لكم، انا كنت جايباها من مشتريات السوق مره وبخزنها. بحب دايما يا بنات خضار الشتاء زي ما قلت لكم، السبانخ، البسله، الحاجات اللي بتطلع في الشتاء دي بتبقى جميل، لها طعم تاني، فيها سكارة كده رهيبة. البسلة في بدايتها والسبانخ في الشتاء بحبها دايما دايما دايما. فانا بقى لما بجيبها كده ما اكون يعني شاريها من السوق، بمسكها اغسلها غسلة حلوة قوي قوي، وبغسل كمان معاها ربطة من الكزبرة، يعني بحط على ربطة السبانخ ربطة من الكزبرة، بغسل كمان ربطة الكزبرة معاها وبخرطهم الاتنين وبحطهم بعبيهم في كيس لو انا مش هستعملهم على طول، وبحطها في الفريزر وبطلعها بتبقى زي كأني عاملاها النهارده. ادي البصله بتاعتي حطيتها على النار وابتديت الوح فيها. طبعا البصله خلاص بدات تديني اللون الذهبي كده. هنزل طبعا بالسبانخ بتاعتي اهي. زي ما قلت لكم السبانخ كنت انا جايباها في مشتريات السوق، ما كنتش عملتها يوم السوق وكده، فانا طبعا زي ما قلت لكم هي دي طريقه التخزين بتاعت السبانخ. نزلت بقى بالسبانخ كده، هدي لها تقليبه معايا مع البصله. انا عايزاها تتشوح مع البصله على راحتها. بقى همسكها بقى انقلها على العين بقى بتاعت البوتاجاز، وهاجي هنا بقى ايه، كان الرز بتاعي خلاص اتنقع. قلت بقى بالمره كده اولع عليه، لان طبعا كنت مستعجله جدا، كنت خايفه لينا بنتي تطلع من الحضانه واكون انا ما خلصتش غدا، لان بصراحه زي ما قلت لكم هي بتبقى مش بتاخد سندوتشات معاها وكده، فبتبقى جايه جعانه. خلاص بقى تبلت الرز بتاعي بالملح، غطيت عليه بقى لحد ما يهدى يشرب القعد بتاعه، وبعد كده اهدي عليه. هنا بقى كانت خلاص السبانخ بتاعتي خلاص اتشوحت مع البصله، ابتديت انزل عليها بالطماطم بتاعتي. يعني حوالي يا بنات 3 حبات من الطماطم كده بعصرها. حطيت نص معلقه من الفلفل، هحط كمان معلقه من الملح، وهراعي ان السبانخ يا بنات يعني ايه لما بتقعد شويه بتحس ان هي بتحدق كده، فيعني ايه حاولي ان انت تقللي الملح بتاعها. حطيت حبه من البهارات المشكله، وبحط لها بقى يا بنات معلقه من السكر. معلقه السكر دي في السبانخ رهيبه. هنا بقى خلاص كانت الفراخ بتاعتي اتشوحت زي ما انتم شايفينها، وكنت لسه ما زودتهاش في المرقه. هبتدي بقى ازود المرقه بتاعتها. شايفين يا بنات الفراخ بتاعتك نضيفه، غسلها كويس، نقعاها، مفيش عليها اي ريمه. شوفوا زي ما انتم شايفين اهوت الشوربه بتاعتي زي الكهرمان، والله العظيم ما بشيل اي ريمه من على الشوربه. هاجي هنا بقى كانت السبانخ بتاعتي خلاص اتسبكت في الطماطم، وكمان الفراخ بتاعتي كانت خلاص عملت لي المرقه. هبتدي بقى انزل بالمرقه بتاعتي على السبانخ زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. خلاص كده السبانخ بتاعتي هدي لها تقليبه، وهبتدي بقى ايه اسيبها تغلي غلوتين وهطفي عليها على طول. هنا كان خلاص الرز بتاعي خلاص استوى، كانت شرب القعد بتاعه، وكانت ردت كمان يعني نشف واستوى. جيت هنا بقى قلت بقى ايه
خلاص الفراخ بتاعتي استوت، وكانت السبانخ كمان زي ما قلت لكم خلاص كنت شلتها من على البوتاجاز. هطلع بقى الفراخ بتاعتي عشان احمرها في الفرن. انا يا بنات مش بحب احط يعني مش بحب احمرها على البوتاجاز كده في سمنه او في زبده او كده، لا انا بحب دايما احطها في البوتاجاز. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل فيها ايه. انا هنا هتعملي ايه الاول؟ انا هعمل لسان عصفور، لان بصراحه لينا بنتي بتحبه جدا جدا، يعني ممكن تسيب اي اكل وتاكل لسان العصفور. جيت بقى هنا معايا حله، نزلت عليها بحوالي 3 معالق من الزيت. ما بكترش الزيت بتاعه قوي يا بنات، عشان ساعات بيبقى يعوم كده على وش الشوربه. هبتدي بقى الوح في لسان العصفور بتاعي لحد ما يحمر ويديني اللون الذهبي زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي انزل برضو بالمرقه بتاعتي، وهبتدي بقى اهدي عليه النار حسب لسان العصفور معاكي بقى. لو انت لسان العصفور معاكي يعني كويس، مش من النوع اللي بيشرب المرقه وكده، اللهم صل على النبي، بتسيبيه يستوي براحته خلاص طالما مش بيشرب المرقه. اما لو كان بقى من النوع اللي بيشرب المرقه، فبتديله غلوه واحده بس وبتطفي عليه وبتسيبيه هو بيكمل سواه في الشوربه بتاعته. هاجي هنا بقى على الفراخ بتاعتي. انا معايا هنا معلقه من السمنه. هبتدي بقى ايه ادهن بقى الوش بتاع الفراخ زي ما قلت لكم. انا بحب احطها في فرن البوتاجاز، بتطلعيها زي الفراخ المشويه بالظبط، بتبقى ناشفه ومفيش عليها نسبه دهون، وبتبقى جميله جدا جدا. جربوها يا حبايب قلبي في الفرن هتحبوها جدا جدا، احسن كمان من انك تحطيها في السمنه على البوتاجاز. ابتدي بقى ادهنها دهنه حلوه كده من جميع الجوانب كده عشان تديني لون حلو في التحمير. وبكده يا حبايب قلبي خلاص يكون الغدا بتاعنا خلاص جهز وخلص. ادي الرز بتاعي خلاص استوى. الرز شايفين يا بنات البياض بتاعه. ادي السبانخ بتاعتي خلاص خلصت. طبعا لسان العصفور، الفراخ طبعا اتحمرت في الفرن زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. بألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب دايما اكون ضيفة خفيفة عليكم. بحبكم في الله، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.